طويل الشوق يبقى. قد قال الله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يدخلون على الأمراء الظلمة ويصدقونهم بكذبهم ويعينونهم على ظلمهم، وقال: ما هم مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض. رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث كعب بن عجرة بسند صحيح. والذين يمدحون المبدلين لشريعة الله ويطعنون في الذين يعادونهم شر من الذين يدخلون على الأمراء الظلمة وأضلوا سبيلا. وكل من مدح المبدلين لشريعة الله والمناصرين للكفار على المسلمين والمنظمين الفسق والربا فهو محاد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وآفة المنتسبين للعلم حين يفسدون أنهم يكونون أداة للطواغيت والعلمانيين في قلب الحقائق ولبس الحق بالباطل باسم أنهم رجال علم ودكاترة، وهذا داع كبير يبتلى به الذين لا يعرفون قدر هذا الدين ونعمة الهداية والثبات. وتهنئة المعروفين بتبديل شريعة الله ومناصرة الكفار على المسلمين بالمناصب والرياسات ومدحهم والثناء عليهم في الصحف وعلى المنابر بلية عظيمة ومصيبة كبيرة وإثم كبير وخيانة للدين وغش للمسلمين وتلبيس على العالمين. ومثل هذا صلاة الحاضر أو الغائب على الهلكة من هؤلاء الطغاة، وهذه موبقة كبيرة ورقة في الدين والتوحيد، وقد يكون هذا عن جهل أو لا مبالاة أو عن بدعة وإرجاء أو عن إيمان بالطاغوت أو عن هوى وشهوة ومحبة للدنانير والدراهم. وهؤلاء يوعظون ويذكرون بالله وينذرون، فمن استجاب منهم وكف عن مدح الطغاة وأعداء الإسلام والفجرة كان أزكى لنفسه. فقد قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإن لم يستجب وآثر الطغيان والضلال والوقوف في صفوف المجرمين والمفسدين وجب هجره، ليعرف المسلمون عظيم جنايته وكبير ذنبه ويحصل بذلك زجره وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. ويجوز بيان حاله والتحذير منه، بل هذا مشروع وهو من جنس الجهاد في سبيل الله. ومتى ما سكت عن هؤلاء فإنهم يفسدون الدين والقلوب. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. وكل من أظهر منكرات وأعلن بالباطل وجب الإنكار عليه علانية، ولم يبقى له غيبة في هذا. وإذا اقتضت المصلحة هجر السلام عليه وترك الرد عليه كان هذا سائغا محمودا. بعض العلماء يحرفون أدلة الولاء والبراء لرفع الحرج عن النفوس والتهمة الموجهة إليهم، ولو أنهم اعتذروا بالضعف أو غيره عن القيام به ولم يحرفوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لكانوا في ستر ولم يكونوا شماتة للعالمين وصورة سيئة للعلماء المؤتمنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وضعيف اليقين والبصيرة وهش الدين والعقيدة يلين لغير الحق ويتنازل الطغاة والخونة رجاء إبقائه في منصبه أو ترقيته في وظيفته. وقد صبر قوم على النار والحديد وماتوا في السجون فصاروا أئمة للمسلمين، وتنازل قوم عن الحق فصاروا أعوانا للشياطين.